جمبري جمبري جمبري، ايوه يا بنات، هو ده كده بالظبط جمبري الغريبه. الجمبري اللي انت اول لما الشتا يخش عليكي تجري على طول عليه ولازم تجيبيه عشان خاطر تعمليه. جبنا كده بقى العيش الصابح بتاعنا من الفرن، وجبنا حزمه من الجرجير وحزمه من البقدونس، وقطعناهم الاتنين كده على بعضيهم، وهنبتدي ناخد منهم ونحط كده بقى في قلب الساندوتش بتاعنا، اكنك بالظبط واقفه في محل سمك وبتعملي احلى ساندوتش جمبري. هنحط كده بقى الجمبري كده بقى في قلب الرغيف بتاعنا، ويا سلام بقى على حبة سلطة الطحينة وهي سايحة ونايحة ورايحة وجاية عليه. كلي بقى كده هوت بقى وادعيلي ودوقي الطعم والجمال والقرمشة والدوبان كده هوت اللي بتدوب في بقك كده دوق. انا بعشقه جدا. حابة تعملي جنب منه رز وتاكليه كده هوت اكنك تسالي، مفيش اي مشكلة خالص، وجبة هتبقى كاملة متجاملة. بس انا عامة بحبه بالطريقة دي. انا جبت هنا هو كيلو من البسارية، غسلناها كويس جدا وشلنا الراس ودبلناها، وهنا هو دي الذرة وفي حطيناها. طب انت دبلتيها بايه؟ دبلتها بشوية من الملح وحبة من الكمون وسنة صغيرة جدا من الثوم، وقلبناها في قلب بعضها. وفي دقيق الذرة كده حطيناه كده في قلب طبق، ومسكنا الجمبري بتاعنا وحطيناه فيه. طيب انا ينفع اعمله بالدقيق الابيض؟ هيبقى وحش معاكي، مش هيطلع معاكي كده مقرمش، وهيبقى لازق كده في بعضه، مش هيبقى مفرفط زي ما انت ما شايفه كده يعني حتى لو انت الجمبري بتاعك لازق كده في بعضه شويه زي ما انت ما شايفه كده اول ما بتحطيه في دقيق الذره بتلاقي كل واحده بعدت عن اختها. اهم حاجه ان انت في مصفى وتصفي بزوايد الذره خالص. نص كوبايه زيت على النار، وما تكتريش الزيت، هو كده ما بيحتاجش زيت كتير. وهنبتدي ان احنا ننزل الجمبري بتاعنا في قلب الطاسه، وهنبتدي كده ان احنا نهزها هزه بسيطه علشان خاطر نبعدهم كده عن بعضهم. ما تقلبهمش خالص بالمعلقه، الجمبري بتاعنا ما بيتقلبش عشان خاطر ما يتعجنش منك، لان هو اصلا السمكيه ما بتبقاش مستحمله. سمكية بقى كده صغنطوطة وبتبقى حلوة جدا وبتبقى مسكرة جدا جدا، فما تجيش جنب منها خالص الا لما تلاقيها كده غيرت لون معاك. انتي بس اخرك هتهزي الطاسة بالطريقة دي، وبعد كده هنبعدهم كده عن بعضهم لو احنا حاسين ان في حاجة لازقة ببعضها. وهنا بقى اول ما يدينا لون التحفة الاحمر حاجة كده بجد تحفة، لونه كده مصفر كده على حمار جميل جدا. يقلبي بقى براحتك كده هو كده خلاص استوى معانا وحرمش كده وقرمش وبقى جميل. والله يا بنات الريحة تحفة. هنجيب هنا بقى كده الطبق التقديم بتاعنا، هنحط فيه شوية من الجرجير وحبة من البقدونس، وهنبتدي بقى نطلع كده بقى الجمبري بتاعنا عليه. طيب هو الجمبري بتاعنا مش هيشرب زيت خالص، ما بيشربش زيت اطلاقا، حاجة كده جميلة جدا. هنبتدي بقى ننزل بالكمية التانية. طب انتم ملاحظين ان نفس الزيت مقلش خالص معانا، لان هو كده اصلا ما بيشربش زيت، يعني موفر معاكي في كل حاجة. حابة بقى كده تعملي زي ما قلتلك كده جنب منه شوية رز، يا جمال. حابة تاكليه كده زي ما احنا كنا واقفين ناكله كده كتسالي، وتعمليه كده مفيد جدا يا بنات. وده مش كلامي، ده كلام الدكاترة، ان هما بيقولوا السمك البسارية مفيد جدا وفيه نسبة فيتامينات حلوة قوي، خصوصا كمان ان هي كمان الشوكة بتاعتها طرية جدا، يعني مش هتاكليه كده مثلا وتحس ان في شوك في بقك اطلاقا، مش هتحس باي طعم خالص. كده خلاص برضو الطاسة بتاعتنا التانية اتحمرت وخلت اللون الذهبي الجميل يعني احنا حمرنا نص كيلو من الجمبري بتاعنا ولسه الزيت زي ما هو. قلنا يا جماعة ما بيشربش زيت صدقوني. وكده بقى بقيت الجمبري بتاعي حطيت فيه دي الذرة وسبته على جنب، ناكله سخن سخن بقى. ودوقي كده بقى القرمشة، واعملي بقى سندوتشات براحتك لولادك. يعني سندوتش الجمبري وقع علينا بجنيه يا بنات، متخيلين ان انت تاكلي سندوتش جمبري والطعامه دي كلها ويقع عليكي بجنيه واحد بس؟ طيب بذمتك انا ما استحقش لايك؟ طيب بذمتك انا ما استحقش متابعه؟ طيب بذمتك يا شيخه مش قادره تعملي لي شير؟ اعملي لي شير بقى ولايك، ولو انت مش متابعاني تابعاني، علشان خاطر كل حاجه حلوه كده انا بعملها ليا وولادي تقدري انت كمان تعمليها. ومن الفيديو ده للفيديو جاي هسيبكم في رعايه الله.